السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تضغطوا على الزر والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى نوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. ملامح الفنانين بعد الكبر. مديحة يسري العمر تزاوجت ل95 عاما قبل رحيلها. المسيرة بدأ مشهورها الفني عام 1942 وارتبطت اسمها بزمن الأبيض والأسود. تزوجت من الفنان محمد فوزي واعتزلت للتمثيل عام 2012. ملامحها بعد الكبر. ظلت محافظة على حضورها رغم المرض، وكانت تحاضر بوجوه يحمل ملامح الوقار والهدوء. أثارها الفني. قدمت عشرات الأفلام التي أصبحت من الكلاسيكيات السينما المصرية، وظلت رمز للفن الجميل. جميل راتب العمر بلغت 90 عاما قبل وفاته. المسيرة. اشتهر بدوره المميز في السينما والمسرح، وشارك في أعمال عالمية. آخر أعماله كان ممثل حار والهدوء عام 2015. ملامحه بعد الكبر. ظل محافظا بملامحه لا استقرارات لا نيق حتى مع تعافؤ صحته. الثراء الفني. يعتبر من أبرز الفنانين الذين جسدوا أدوار الشر والسلطة ببراعة وترك بصمة في السينما المصرية والعربية. شادية العمر تزاوجت إلى 85 عاما قبل رحيلها. المسيرة. قرار الغناء والتمثيل. قدمت أكثر من 100 فيلم بالإضافة إلى أغنيات خالدة. اعتزلت الفن في أواخر الثمانينيات. ملامحها بعد الكبر. ظهرت بملامح هادئة وابتسامة راقية، وابتعدت عن الأضواء مكتفية بحياتها هادئة. أثرها في الفن غنائتها مثل مصر اليوم في عيد أصبحت جزء من الذكر الوطني، وأفلامها مثل المرأة الجوهرية من الأعمال السينمائية. حسن يوسف عمره في العقد الثامن من عمره. المسيرة. بدأ مشهوره في الستينيات وشارك في أفلام ورومانسية ودينية. اشتهر بدور في المسلم الإمام عبد الحليم محمود. ملامحه بعد الكبر. يظهر بملامح وقوره ولحية بيضاء، ويحرص على تقديم أعمال ذات طابع ديني. أثر الفني. ساهم في تقديم الصورة الفن المتزن، وظل حاضرا في الدراما التلفزيونية. نادية لطفي العمر تزاوجت 80 عاما قبل رحيلها. المسيرة. من النجمات السينما في الستينيات. قدمت أفلاما مثل ناصر صلاح الدين وسمان والخريف. ملامحه بعد الكبر. احتفظت بجمالها المميز، وكانت تظهر بوجوه يحمل ملامح قوية وصالبة. أثارها الفني. ارتبطت اسمها بالأدوار الوطنية والدرامية. ظلت رمز للمرأة القوية في السينما المصرية. عادل إمام. السيرة. ولد عام 1940 ويلقب بالزعيم. بدأ مشهوره في الستينيات، وأصبح أقوانه الكوميديا والدراما الأساسية. أهم الأعمال: الأرهاب والكباب، المناسي، عريس من الجهة، أمينة، عوالم خفية. ملامحه بعد الكبر. يظهر بوجوه يحمل ملامح الوقار مع ابتسامة لا تفارقه. الآثار الفني. شكل وعي أجيال كاملة عبر أعماله التي مزجت بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والأساسية. يسرى السيارة. ولدت عام 1955
وتعتبر من أبرز نجمات السينما المصرية والدراما. أهم الأعمال: الإرهاب والكباب المنسي، مالك روح الحساب، يجمع الملامح بعد الكبر، ما زالت تحتفظ بجاذبتها وانقاذها وتظهر بروح شبابية رغم العمر. الآثار الفني: رمز للمرأة القوية في السينما المصرية، وقدمت أدوارا متنوعة بين الكوميديا والدراما. حسن فهمي. السيرة: ولد عام 1940 وبدأ مشهوره في السبعينيات. أهم الأعمال: خلي بالك من زوزو، العار، الزوجة رقم 13. ملامحه بعد الكبر: يظهر بملامح قورية وشهر أبيض، وما زال حاضرا في الثمانينات الفنية. الإثراء الفني: أحد رموز السينما المصرية، وشارك في الأعمال شكلت ذكرى جايل كامل. إلهام شاهين. السيرة: ولدت عام 1960 وبدأت مشهورها في الثمانينات. أهم الأعمال: الفيلوت، العار، قاضية رأي عام. ملامحها بعد الكبر: ما زالت تحتفظ بحضورها قوي وجارة في اختيار أدوارها. الأسرة الفني: قدمت أدوارا جريئية ناقشت قضية اجتماعية مهمة. ليلى علوة. السيرة: ولدت عام 1962 وبدأت مشهورها الفني في السبعينيات. أهم الأعمال: حب البنات الآخرين، يا دنيا يا غرامي. ملامحها بعد الكبر: تظهر بملامح ناعمة وتمنسية مشرقة، وما زالت ناشطة في الدراما. الآثار الفني: رمز الأسوانه والجمال، وقدمت أدوار متنوعة بين الرومانسية والاجتماعية. نبيلة عبيد. السيرة: ولدت عام 1945 وتلقبت بالنجمة المصرية الأولى. أهم الأعمال: الرقصة والطبال، المرأة والوسطار الآخر. ملامحها بعد الكبر: تظهر بملامح أنقية وما زالت تحافظ على حضورها الفني. الأسر الفني: قدمت أدوارا قوية ناشطة قضية المرأة والاجتماع. لبلبة. السيرة: ولدت عام 1945 وبدأ مشهوره وهي طفلة. أهم الأعمال: معالي وزيرة، النشيطان، يعظ عريس، من جهة أمينة. ملامحها بعد الكبر: ما زالت تحتفظ بروحها المرحية وسماتها المميزة. الأسرة الفنية: رمز الكوميديا والدراما، وقدمت أدوار متنوعة عبر عقود طويلة. سميرة أحمد. السيرة: ولدت عام 1938 وتعتبر من نجمات السينما الكلاسيكية. أهم الأعمال: صراع الأبطال، إسماعيل ياس، في دمشق، غراميات أميرة. ملامحها بعد الكبر: تظهر بملامح وقورها وابتعدت عن الأضواء، مكتفية بحياة هادئة. الأسر الفني: قدمت أدوارا رومانسية وكوميديا وظلت رمز السينما الجميلة. حسن يوسف. السيرة: ولد عام 1934 وبدأ مشهوره في الستينيات. أهم الأعمال: الزوجة الثانية، العاشقة، الآمال، عبد الحليم محمود. ملامحها بعد الكبر: يظهر بملامح وقورها ولاحية بيضاء ويحرص على تقديم أعمال دينية. الأسر الفني: ساهم في تقديم صورة الفن الملتزم وظل حاضرا في الدراما التلفزيونية. ميرفت أمين. السيرة: ولدت عام 1948 وبدأت مشهورها الفني في أواخر الستينيات. أهم الأعمال: أبقى قوش، شجرة حافية على جسر الذهب، وزوجة رجل مهم. ملامحها بعد الكبر: ما زالت تحتفظ بجمالها الطبيعي
الطبيعي وابتساماتها والمشرقة، وتظهر بروح هادئة. الأسرة الفنية تعتبر من أبرز نجمات السينما المصري، وقدمت أدوارا رومانسية ودراما تركت بصمة واضحة. نادية الجندي السيرة ولدت عام 1946 وتلقبت بالنجمة الجماهير. أهم الأعمال البطانية مهمة في تل أبيب، امرأة زهت عرش مصر. ملامحها بعد الكبر تظهر بملامح قوية وإنقاء لافتة، وما زالت تحتفظ على حضورها الفني. الأسرة الفنية ارتبطت اسمها بالأدوار الجريئية التي ناقشت قضايا سياسية واجتماعية مهمة. رجاء الجداوي السيرة ولدت عام 1934 وبدأت مشهورها كعارضة أزياء قبل أن تدخل على التمثيل. أهم الأعمال أيام في الحال، تيمور وشفيقية، الليبيا، البواب. ملامحها بعد الكبر ظلت رمز الآنقة والراقي حتى آخر أيامها. الأسرة الفنية قدمت أدوارا متنوعة وظلت حاضرة في الدراما والسينما العقود الطويلة. صلاح السعداني السيرة ولد عام 1943 وبدأ مشهوره في الستينيات. أهم الأعمال ليلي الحليمة وأربيسك، الراية، البضياء. ملامحه بعد الكبر يظهر بملامح وقاورة وصورة توقع وابتعاد عن الأضواء في السنوات الأخيرة. الأسرة الفنية أحد أعماده الدراما المصرية، وارتبط اسمه بأعمال شكلت ذكر المشاهد العربي. فاروق الفيشاوي السيرة ولد عام 1952 وبدأ مشهوره في السبعينيات. أهم الأعمال المشبوهة والطريق إلى أيلات البركان. ملامحه بعد الكبر ظل محفوظا بجاذبيته حتى رحيله، وكان يظهر بابتسامة فائدة. الأسرة الفنية قدم أدوارا متنوعة بين الكوميديا والدراما، وظل رمز الفن المثقف محمود ياسين السيرة ولد عام 1941 وبدأ مشهوره في الستينيات. أهم الأعمال الصراصة، لا تزال في جيبي، الزيزة، الوعاد. ملامحه بعد الكبر ظهر بملامح وقورة وصوت جوراء، وابتعدت عن الأضواء بسبب المرض. الأسرة الفنية أحد أبرز نجوم السينما والدراما، وارتبط اسمه بالأدوار الوطنية والإنسانية. شويكار السيرة ولدت عام 1938 وبدأت مشهورها في الستينيات. أهم الأعمال إنها وهي والزوجة الثانية، أرض الناف. ملامحها بعد الكبر ظلت محتفظة بروحها المروحة بابتسامة مميزة. الأسرة الفنية شكلت ثنائيا ناجحة مع فؤاد المهندس، وظلت رمز الكوميديا الراقية. فؤاد المهندس السيرة ولد عام 1924 ويلقب بالاستاذ. أهم الأعمال أنا وهو، سك على بناتك، أرض النافق. ملامحه بعد الكبر ظل محتفظا بروحه المروحة حتى آخر أيامه. الأسرة الفنية أحد أعماله الكوميديا المصرية، وترك أثرا فنيا ضخما. أحمد زكي السيرة ولد عام 1949 ويلقب بالإبرة وأطوال. أهم الأعمال مصر 56 أيام، السداد، البرقي، المصري. بعد ملامحه بعد الكبر ظل محتفظا بملامحه القوية حتى رحيله مبكر. الأسرة الفنية يعتبر من أعظم الممثلين المصريين، وقدم أدوار خالدة في السينما. أحمد السقا السيرة ولد عام 1969 وبدأ مشهوره في التسعينيات. أهم الأعمال أفريكانو، تيتو، الزيرو، الجزائرة.
إبراهيم الأبيض. ملامحه بعد الكبر يظهر بملامح قوية وملامح الرجل الأكشن، وما زال يحافظ على لياقته البدنية. الأسرة الفني يعتبر من أبرز النجوم الأكشن في مصر، وقدم أعمالا جسد البطولة والشجاعة. كريم عبد العزيز. السيرة: ولد عام 1975 وبدأ مشهوره في أواخر التسعينيات. أهم الأعمال: حرامة في KG2، وأحد من الناس، الفيل الأزرق. ملامحه بعد الأكبر يظهر بملامح ناضجة وقوره، وما زال يحتفظ بجاذبية الأسرة الفنية. قدم أدوار متنوعة بين الكوميديا والدراما، وأصبح من أبرز النجوم الجيلة. منى زكي. سيرة: ولدت عام 1976 وبدأت مشهورها في المسرح مع محمد صبحي. أهم الأعمال: أفريكانو، سيرة ليلي، أبو علا، أولاد رزق. ملامحها بعد الكبر ما زالت تحتفظ بجمالها الطبيعي ووضوحها المرحة. الأسرة الفنية تعتبر من أبرز النجمات الجيلة، وقدمت أدوارا تركت بصمة في السينما والدراما. أحمد حلمي. السيرة: ولد عام 1969 وبدأ مشهوره في التسعينيات. أهم الأعمال: بدأه مشاكل، عسل أسود، على جثتي. ملامحه بعد الكبر يظهر بروح مرح واستسامة دائمة، وما زال يحتفظ بجاذبيته الكوميديا. الأسرة الفنية من أبرز النجوم الكوميديا في مصر، وقدم أعمالا تحمل رسائل اجتماعية مهمة. يحيى الفخراني. السيرة: ولد عام 1945 وبدأ مشهوره في السبعينيات. أهم الأعمال: ليلي، وآخر الخواجة، عبد القادر، مالك ليرة. ملامحه بعد الكبر يظهر بملامح قوية وصوت قوي، وما زال يقدم أعمالا مميزة. الأسرة الفنية أحد أعماده الدرامية المصرية، وارتبط اسمه بالأدوار التاريخية والإنسانية. محمود عبد العزيز. السيرة: ولد عام 1946 ويلقب بالساحرة. أهم الأعمال: الأكيد، كاد، الساحرة، إبراهيم الأبيض. ملامحه بعد الكبر ظل محتفظا بجاذبيته حتى رحيله، وكان يظهر بابتسامه وفائدة. الأسرة الفنية قدم أدوارا متنوعة بين الكوميديا والدراما، وظل رمز الفن المثقف. نور الشريف. السيرة: ولد عام 1946 وبدأ مشهوره في الستينيات. أهم الأعمال: الكرنك، جيبي، دائما، لكن أعيش في جلباب أبي. ملامحه بعد الكبر ظهر بملامح قوية وصوت قوي، وابتعد عن الأضواء بسبب المرض. الأسرة الفنية أحد أبرز النجوم المصري والسينما والدراما، وارتبط اسمه بالأدوار الوطنية والإنسانية. سعاد حسني. السيرة: ولدت عام 1943 وتلقب بالتدريلة الشاشة. أهم الأعمال: خلي بالك من زوزو، الزوجة الثانية، الكرنك. ملامحها بعد الكبر ظلت محتفظة بجمالها الطبيعي وروحها المرح حتى رحيلها. الأسرة الفنية تعتبر من أعظم النجمات السينما المصري، وقدمت أدوارا خالدة. وإذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على الزر والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى نوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واكتبوا في التعليقات الفيديو عجبكم ولا لأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.